هو ايه احسن كشري في اسماعيليه؟ مقارنه بين 4 اماكن وهم كشري صبحي وكشري الطيب كشري هند وكشري السلطان. وزي ما احنا معودينكم ان احنا بنشتري من بعيد عشان المطاعم ما تعرفش ان ده التصوير ويطلع لنا زي ما بيطلع لكم بالظبط، وهنشوف مين فيهم اللي هيبقى قايمه رايق ولا هنتضايق. يلا. المقارنه دي هتبقى من الارخص للاغلى، من اول 20 جنيه في الطبق لغايه 25 جنيه. طبعا عشان انا موجود ما ينفعش تبقى مقارنه عاديه، فهنوزن كل طبق بيدينا كام جرام. الثلاثه دول كانوا ب 20 جنيه ما عدا كشري هند، ده كان اول حاجه ب 25 جنيه. ده اول اختلاف. نبتدي بكشري صبحي. كايب 318 جرام، 335 جرام. ده السلطان. بسم الله. اصغرهم هذه 286 جرام. اخر واحده اغلاهم ب 25 جنيه، دي 337 جرام. تيجي نوزن الصلصه. حط صلصه صبحي تدينا 166 جرام. سلطان 133. طيب 131. هند 145. ما شاء الله اكبرهم ده. احنا ما رضيناش نحط دقه عشان ما تضيعش طعم الكشري. بسم الله. ده الطيب وهند. طيب على كيفك. دونت عليه. ايه في ماله؟ جرب. الطيب بالنسبه لي احلى، هو طيب. مش وحش بس الطيب بالنسبه لي انا احلى يعني. تعالى على السلطان وصبحي، تعالى صبحي، كيراننا دول في نفيشه ما حدش يقدر يتكلم عليكم. هو كشري الطيب صراحه الطيب يعتبر احسنهم. هند وصبحي والسلطان كلهم زي بعض، بل انا مش هقول اوحش حد مين، لكن بالنسبه لي احسنهم طيب. انا بالنسبه لي اقلهم هو هند واحسن حد كان هو الطيب. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتكتبوا لنا اي مقارنات تانية نعملها لكم في اسماعيليه. استنونا في حلقات جديده. سلام.